السلام عليكم. زي ما اتفقنا يا جماعة ان عناوين الفيديو باسم نصيحة اخوية. اسمع الآية ديت وركز فيها قوي. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي عاوز لقاء ربنا سبحانه وتعالى يعمل أعمال صالحة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك هنا مش معناه ان هو يعبد صنم، لا، ان الأعمال بتاعته تكون كلها خالصة لوجه الله. لو 99% لله 1% للناس مش مقبول. قال رسول الله: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إنك لما تيجي تعمل عمل تبتغي فيه وجه ربنا سبحانه وتعالى. عشان في ناس لما تيجي تقرأ القرآن بيبقى همها إن الناس تشوفها. في واحد بيصوم اثنين وخميس ونفسه بس حد يقول له خد كل ديت عشان يقول له معلش أصل أنا صايم. هو كل همه إنه يقول للناس إن هو صايم. في ناس تيجي تتصدق صدقة لأي فقير بيبقى كل همه إن الناس تشوفه. فخلي بالك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. واسمع الآية اللي بعدها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إن نخلص العمل لله. انتوا عارفين يا جماعة ان في ناس بتصوم اثنين وخميس واهلها ما يعرفوش ان هم بيصوموا اثنين وخميس. ياخد الاكل الصبح من والدته ويتصدق بيه، ويجي في وقت الفطار يتغدى يفطر وكأنه هو ده الغدا بالنسبة له. في ناس بتقيم الليل بالليل واهلها ما يعرفوش ان هو بيقيم الليل، يتسحب كده بالليل وهو في بين ايد ربنا بالليل ومحدش يعرف. في ناس بتعمل تصدقات ومحدش يعرف عنهم اي شيء. هل انا لو سألتك هل انت عندك عمل مفيش حد يعرفه خالص غير ربنا سبحانه وتعالى؟ فكر في انك انت تعمل اعمال مفيش حد يعرفها في الدنيا دي خالص غير ربنا سبحانه وتعالى. خلي ليك خبيئة مفيش حد يعرفها خالص تبقى بينك وبين ربنا. يا ترى هل ليك عمل مفيش حد يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ اخلص لله علشان ربنا يثبتك. عشان في ناس كتير بتشتكي: انا كل ما اقرب لربنا برجع تاني، انا مش عارف اثبت على الدين. طب انت عامل ايه في الاخلاص؟ يا ترى اعمالك كلها فعل لله؟ يا ترى مفيش حد يعرف اعمالك ولا كل حاجه بتقولها للناس؟ في حد يقول لي يعني ما نشجعش الناس؟ لا، شجع الناس بس مش باعمالك. شجع الناس بس مش باعمالك. شجعهم زي ما انت عايز وقربهم من ربنا وعينهم على طاعه ربنا. ولو هو شافوك انت بتعمل عمل خلاص، هم شافوك هتعمل ايه. بس انا قصدي تكون اعمالك خالصة لوجه الله. الرياء صعب. سيدنا محمد شبهه بايه؟ نملة سودة على حجر مظلم في ليلة مظلمة ما يبانش، صعب. واسمع الحديث ده. قال رسول الله: من سمع الله به. اللي هيظهر عمله للناس ربنا هيفضحه يوم القيامة. ربنا هيسمع بيه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فخلي بالك، اخلص لله. وبرضه في حاجة مهمة، مش عاوزين وسوسة. عشان في ناس بقى يقول لك لا انا مش هتصدق بقى للفقراء عشان ايه؟ انا حاسس ان انا مش مخلص والناس هتشوفني فانا مش هتصدق. لا، انت كده تركت العمل من اجل الناس، فده رياء برضه. تصدق واخلص النية، قم الليل وصوم واعبد ربنا واعمل اعمال صالحة زي ما انت عايز، بس ادعي ان ربنا يرزقك الاخلاص. وقبل ما تعمل عمل قول: يا رب العمل ده ليك، انا ببتغي بوجهك الكريم، انا يا رب بعمل العمل ده عشان ترضى بيه عني، عشان ادخل بالجنة. فاخلص على قد ما تقدر. اوعى تترك العمل من اجل الناس. ان شاء الله ربنا هيرزقنا الاخلاص وربنا هيتقبل منا. هختم الفيديو بثلاث حاجات. ادعي ان ربنا يرزقك الاخلاص، واوعى تترك العمل من اجل الناس، وجاهد نفسك في الإخلاص على قد ما تقدر. الموضوع مش بيجي من أول مرة، الموضوع عايز مجاهدة. فاوعى تيأس، وخلي بالك من وسوسة الشيطان، وربنا تقبل منا أعمالنا. وما تنساش الكلام دوت توصله لأصحابك